قطعة لحمة بين الكتف وبين الرقبة. إذا دقتوها أنا متأكدة ما رح تجيبوا غيرها. انتركوت ستيك، قطعة مليانة دهون، أو بالأصح الدهون بتكون فايتة بين اللحم، بسموها ميربلينج، وهاي الخلطة مع بعض هي اللي بتعطي طعمة اللحم دسامة ولذاذة غير متوقعة. رح نعملها اليوم مع صوص الفطر، وكمان الرز رح نعمله بطريقة مثل ما رح تشوفوه قدامكم، كل حبة بحبتها، ما رح يخبص معكم أبدا الرز بهي الطريقة. رح نعملها مع بعض خطوة بخطوة. أنا كنت معكم باللايف وسويت هدول الوصفات كلياتهم معكم وعملت لهم مونتاج، وهلا نزلت لكم إياهم لحتى تشوفوا النتيجة. في قطعة لحم تانية كمان انتركوت ستيك بس موجودة بالأضلاع، كمان طيبة، بس بصراحة هاي كتير مميزة. هون عم بفرجيكم الرز، شوفوا ما شاء الله كل حبة بحبتها أبدا مو خابصة، شكلها بياخد العقل وطعمته كتير كتير طيبة. اعملي حفظ للفيديو لأنه هاي الوصفة رح تلزمك برمضان وغير رمضان. رح أبلش بالرز، رح أنقعهم وأغسلهم للرزات وأتركهم على جنب منقوعين عبل ما أساوي الأنتركوت اللي عندي. أنا هاي إجتني هدية من أجود أنواع اللحوم البرازيلية، والحقيقة أنا من الناس اللي بتحب كتير اللحمة، بس أنا ما دقت أطيب من هاي اللحمة الحقيقة. من بعد ما دقتها قلت له لزوجي لازم تستفسر لي من وين هاي القطعة جاي. يعني ما شاء الله وزنها 3 كيلو تقريبا وشوي. كفتنا ليومين، نحن 5 أشخاص بالبيت، وأنا بحب كتير أقطع على الستيك قطعة كبيرة. أنا أول شي عملته نشفتها بالمحارم لقطعة الستيك، وشوفوا معاي الدهن اللي قلت لكم عليه الميربلينج، يعني هذا بيعطي للحم طراوة ودسامة، ويعني نكهة غير شكل غير اعتيادية الحقيقة. بتمنى تعملوا لايك للفيديو، تتابعوا القناة أكيد، وتفعلوا زر الجرس إذا عجبكم المحتوى. هلأ أنا عاملة وصفة تانية كمان رح أنزلكم إياها، وصفة حصرية ما رح تشوفوها أكيد غير عندي كمان بالستيك، فحطوا متابعة لحتى توصلكم الفيديوهات. هون رشيت فلفل أسود أو فلفل أبيض، أنا هون عندي فلفل أبيض، قلبتهم. للجهة الثانية كمان رشيتها فلفل أبيض، والملح بحطه على النار بس تستوي القطعة. هلأ رح أفرجيكم كمان شوي، وبعمل لهم مساج صغير لأنه بصراحة بيستاهلوا اللحمة تبعتهم بتستاهل أحسن مساج. هون دهنت مثل ما أنتم شفتوا، دهنت زبدة، بعدين بخليها تقريبا من دقيقتين 3 على جهة واحدة لحتى تتحمر وتصير بهاي الشكل، بعدين بقلبها. هذا اللون اللي بدنا نوصل له، والستيك ما بصير كتير يتقلب على النار، بتحطوه على جهة واحدة دقيقتين 3 ليتحمر، بعدين بتقلبوه للجهة اللي بعدها. بنرش رشة الملح، شايفين الملح بإيدي، بس يستوي الستيك برش عليه رشة الملح لأنه أنا ما بدي العصارة تطلع منه. وكمان في شغلة مهمة، ما بيصير أبدا تحطوا الستيك على مقلاية باردة، لازم تحموا المقلاية كتير منيح وبعدين تحطوا الستيك عليها، هيك أنا بضمن لكم إنكم تاكلوا ستيك كتير جوسي. خلصت الستيك، فرمت بصل وحطيت على نفس الزيت اللي طلع من الستيك حطيت عليه بصل. هلا رح نساوي صوص الفطر. بعد ما قلينا البصل منيح حطيت له رشة ملح، وحطيت هلا معلقة طحين وحمصتها شوي، وبعدين حطيت زبدة. رح أقلبهم مع بعض شوي وأضيف الفطر عليهم. رح أقلب الفطر كمان معاهم شوي، وبعدين أضيف حليب أو كريمة، أو بتقدروا تمزجوا الاثنين مع بعض، الحليب والكريمة. أنا ما كان عندي كريمة، حطيت كل الكمية حليب كامل الدسم. أول شي حطيت لاكتوز فغاي، بس أنا ما بحب اللاكتوز فغاي، فجبت حليب كامل الدسم أطيب بكتير بيطلع. وبتتركوه تقريبا دقيقتين، بعد ما أكيد تبهروا فلفل أسود شوية جوز الطيب، بتخلوه يغلي تقريبا 3-4 دقايق، بعدين ليسمك يعني المزيج معكم بصير جاهز للتقديم. أنا بعد ما حضرته رح أنتقل معكم للرز. هلأ شوفوا صارت الوصفة جاهزة والريحة بتاخد العقل. وهلأ دور السر تبع الرز لحتى يطلع معكم نثري ومستحيل يخبص معكم. أنا حطيت زيت وزبدة، أو بتقدروا زيت لحال أو سمنة، أو بتخلطوا أنتوا اللي بدكم إياه. بتحطوا معلقتين بس رز بتحمصوهن مع الزيت، وبعدين بتديروا كمية الرز كلياتها، بتقلبوه كله لحتى يتغلف معكم، أو تتغلف معكم كل حبات الرز بالسمنة أو الزبدة اللي حطيتوها. هلأ رح أضيف على كل كاسة رز كاسة وربع مي. تمام، أنا هون عندي 3 كاسات رز. حطيت قرفة وورق غار، وواحدة من متابعيني قالت لي ضيفي شوية كاري، فاقتنعت كتير لأني أنا بحب الكاري. عندي كاري مع المانجو، حطيت لها هيك بطرف المعلقة، وبيعطي نكهة كتير طيبة للرز ولون حلو. هاي هي بهاراتنا، قرفة وورق غار وملح وشوية كاري مع مانجو. وهلا رح فرجيكم كيف رح أخلي المي تغلي لحتى تنقص ميتها ويبين الرز مثل ما انتم شايفين. النار هون على أعلى حرارة، رح أخليه يغلي لحتى تنزل المي تبعته مثل ما انتم شايفين. وبعد ما صار هيك معي نقصت المي، أنا رح أسكر عليها وأتركها 20 دقيقة أو ربع ساعة على النار هادية أكيد. وهذا السر، إذا عملتوه مستحيل يخبص معكم الرز.
أنا استعملت هون رز محمود، تقدروا تستعملوا أي نوع رز حبة طويلة وتتبعوا هاي الخطوات ورح يطلع معكم الرز ولا أحلى من هيك. آخر إضافة وآخر سر الزبدة على الوجه أو السمنة بس يخلص. وبعد هيك رح أفرجيكم كيف كل حبة بحبتها بسم الله ما شاء الله، أبدا ما له مخبص، وفعلا طعمته كتير كتير كانت طيبة. اعتمدوا هاي الطريقة وإن شاء الله ما رح تندموا. بتمنى تحطوا لايك للفيديو، تتابعوا القناة، تفعلوا زر الجرس، وإن شاء الله رح نزلكم الوصفة الجاي بأسرع وقت. ستيك الانتركوت بطريقة ولا أطيب بالبيت مع سلطة الشمندر. بتمنى تجربوها واكتبوا لي تحت بالتعليقات شو رأيكم فيها. أنا نزلت بالقناة وصفات كتير خاصة لرمضان، يا ريت تروحوا وتشوفوها واكتبوا لي تحت بالتعليقات شو الوصفات اللي حابين نعملها أنا وياكم على اللايف. آخر الفيديو أستودعكم الله والسلام عليكم.